وسموحه كنت جون ثالث. وكنت رايح معاهم ماتش الاهلي اللي كان في افريقيا، بس كان عندي ماتش مع فرقتي. بس فمن بدات اشتغل مع كابتن دهراوي، قعدت فتره طويله معاه في الدرجه الاولى. فجيت بقى حصلت الثوره والمشاكل دي فقطعت، كان خلاص ما كانش في دوري مع فرقتي. الكابتن ربيع كان بيعمل لنا تجمعات طويله طبعا عشان ما فيش دوري، فكان بيخاف عشان اللعيبه ممكن واحد يكسل انه يروح النادي او كده. فجمعنا بقى بصفه دايما، يعني كنا ناخد مثلا اسبوع يومين راحه ونرجع تاني نشتغل معسكرات. فما كنتش بتروح ما كنتش بروح النادي. هكلمك على موضوع الفريق الاول وكابتن سعفان وبرضه عايز اعرف منك القصه ايه. بس اروح اخد حسام غالي بقى الثالث بتاعه. ازيك يا حسام؟ ازيك يا كابتن كريم؟ ازيك يا نجم؟ مبروك وشرفتونا هناك في الجزائر. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن. دايما مصر يا كابتن ان شاء الله في العالم يا كابتن، ان شاء الله باذن الله مزيد من الانتصارات ان شاء الله يا كابتن. قول لي الوحوش اللي معايا دول ايه نظامك معاهم؟ ده اسالهم كده يا كابتن. ده مسعد وياسر، مش عايز اقول لك احنا كده ثلاثه غير اي حد في المنتخب. انتوا ثلاثه قريبين من بعض جدا. طب اشمعنى بقى؟ بحكم بقى كابتن ان احنا دايما مع بعض، مثلا في ماتشات على طول مثلا في الدفاع كده نروح قاعدين مع بعض يا كابتن قبل الماتش. على طول اجتماعات بقى يا جماعه لازم نحافظ على اللي ورا، اهم حاجه الدفاع. فبحكم ان احنا بقى على طول قاعدين مع بعض عشان الكلام ده. لازم نحافظ على ورا، احنا اللي بيحصل قدام مالناش دعوه بيه، لازم احنا اهم حاجه احنا حفظنا على اللي ورا، ده اللي هو اللي كسبنا الماتش. فدايما بقى في الكلام والاجتماعات، فدايما على طول بقى قريبين من بعض يا كابتن. انت اساسا من طنطا يا حسام صح؟ انا من طنطا. فقريب منهم برضه طنطا والمنصوره. سبيربي احسن. منين؟ سبيربي. خلاص يا جماعه خلاص. حته وايه يعني يا عم؟ ما تستعرش يا عم، دي احلى حته. انا ما اعرفهاش بصراحه، اول مره اسمعها، بس يعني لازم تبقى يعني مفتخر بمنطقتك يا نجم. لا يا كابتن. عملوا معاك ايه لما رجعت بعد البطوله؟ ولا لسه ما سافرتش؟ رحت على تدريب الاهلي على طول؟ لا سافرت. ده كان في اسطول مقابلني. والله ورحت يا كابتن زغاريت ودي جي ونور وضرب نار. طب ايه يا عم بتقول خلاص ليه يا عم؟ اسمها ايه بقى؟ سبيربي طبعا. كانت حطها فوق راسي خلاص يا ياسر. اخبارك ايه؟ قول لي بقى، يعني بعد ما ربنا كرمك في منتخب الشباب، اخبارك ايه في الفريق الاول؟ كابتن حسام البدري، كابتن محمد يوسف، يعني حاسس بايه وانت مع الفريق الاول دلوقتي في النادي الاهلي؟ هو احنا الحمد لله كابتن، الحمد لله. اهم حاجه كابتن ان احنا كنا رايحين الهدف الاول في البطوله، الحمد لله ان احنا حققناه. احنا واحنا هناك الاول يا كابتن ما كناش حاسين بقيمه البطوله وقيمه اللي احنا عملناه. لما جينا كابتن وشفنا اللي في المطار الناس فرحانه ازاي طبعا، وكل واحد شاف كابتن والده ووالدته ازاي فرحانين، وازاي هم اصلا بيعيطوا من كتر هم فرحانين. دي كانت بالنسبه لنا دي البطوله بقى يا كابتن. ايوه. بالنسبه طبعا للفريق الاول، يعني الحمد لله كابتن احنا كل واحد اجتهد في البطوله عشان يظهر نفسه للفريق الاول اللي عنده، اللي ما كانش خد فرصه كويسه يظهر نفسه الفريق الاول في الاول. وان ان شاء الله تكون الفتره الجايه يا كابتن كل واحد فينا فتره كويسه ليه في الفريق الاول ويقدر ياخد فرصه، وان شاء الله يكون جدير بيها، ونقدر نبذل اقصى ما عندنا، ونقدر ان احنا نقدر نقنع الناس ديت بكل واحد بلعبه وكل واحد باسلوبه، وان شاء الله يكون لنا دور باذن الله كابتن في الفريق الاول. كابتن حسام البدري بقى والجهاز الفني بعد ما رجعت وتدريب النادي الاهلي يستقبلوك قالوا لك ايه؟ طبعا الكابتن حسام الكابتن كلهم ان هم كانوا عايزين يحتفلوا بينا النهارده احنا الخمسه في النادي الاهلي. ايوه. لكن احنا كنا في احتفال النهارده الرئيس فما قدرناش نروح. انا لسه ما رحتش النادي، انا رايح بكره ان شاء الله. رايح بكره ان شاء الله. وان شاء الله لسه هقعد معاهم بكره يعني ان شاء الله كده. ان شاء الله يا حسام، بشكرك والف مبروك يا حسام. ربنا يبارك في حضرتك يا كابتن، ربنا يبارك فيك. هو بياكل انتوا بتاكلوا الاسم البلد بس عشان الناس ما تزعلش مني هناك ان كلهم فوق دماغنا. اسمها ايه؟ سبيربي. طيب كمل لي بقى قصتك يا نجم مع الاسماعيلي عشان بعد كده اخد ياسر واعرف ناوي على ايه الفتره الجايه، ان في كلام كتير عليك. بس يا كابتن فانا المهم خلصت بقى الفتره مع الكابتن ابو ليلى وكده، وبعدين انضميت لمنتخب اتمرنت فتره طويله مع الكابتن دهراوي. كان دايما يقعد يتكلم مع الكابتن دهراوي، كان مقتنع بيا، كان بيدخلني ماتشات معاه، دايما كان بيلعبني ماتشات وديه معاه. جاي مسك كابتن وكان عايز يقودني بطوله افريقيا، بس عشان كنت مع المنتخب على طول دايما، عشان كنت سافرت في الفتره دي من المغرب. فكان الكابتن عماد سليمان مسك في الفتره دي. فجيت كنت يعني كان ممكن ان هم يدوني في اخر ماتش حرس الحدود بعد ماتش الانتاج. سافرت تاني يوم مع المنتخب المغرب عشان دوري كده. فما لعبتش. طيب قول لي الفتره الحاليه والفتره اللي فاتت، انت كنت في يعني مشاكل مع النادي الاسماعيلي. انا عارف ان انت مش ماضي عقد. ناس كتير قالت ويمكن انا واحد منهم، كان عندنا اخبار ان انت قريب من الانضمام للنادي الاهلي والنادي الاهلي بيفكر فيك وعايزك وعايز يضمك.
علاقتك ايه بالاسماعيلي حاليا؟ العروض، وهعرف العروض من امير المراكبي برضو وكيلك ووكيل ياسر، وكان وكيل حسام غالي، هعرف منه العروض اللي جايه لكم بعد بطوله افريقيا. لكن وضعك ايه الحالي مع النادي الاسماعيلي وبتفكر فيها مسعد الفتره الجايه من غير ما احرجك؟ يعني قول اللي انت عايز تقوله، وانا عارف ان الموضوع حساس بس برضو انت مقيد في النادي الاسماعيلي، ولازم تقول للناس انت بتفكر في ايه وايه اللي ممكن يحصل في الفتره اللي جايه. انا موجود في النادي الاسماعيلي طبعا، وشرف كبير لاحد انه يلعب في النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي اسم كبير، والنادي الاسماعيلي له فضل كبير على طبعا، لان من خلال النادي الاسماعيلي انا وصلت منتخب مصر والناس عرفتني، ومن خلال النادي الاسماعيلي طبعا خدت احسن حارس في افريقيا، وده حاجه تتنسب طبعا للنادي الاسماعيلي، وده يعني في حد ذاته دي في وش النادي، يعني اسم النادي. فانا طبعا موجود في النادي الاسماعيلي، مقيد في النادي الاسماعيلي، بس مش عامل عقد، مش انا لاعب هاوي. عامل عقد احتراف، انت هاوي. لاعب هاوي لسه هاوي. فما فيش، انا قعدت مع الناس قعدوا معايا قبل كده، فما اتفقناش يعني على حاجه معينه، فما فيش، قعدت فتره طويله في المنتخب. كنت المفروض يعني عايزينك مثلا كلموك تمضي عقد، انت كلمتهم، وكيلك امير المراكبي عرض ان انت مثلا تمضي عقد قبل البطوله او من فتره، ولا ما اتكلمتوش في قصه العقود دي خالص؟ لا، هم اتكلموا معايا في قصه العقود، بس يعني اللي هو الموضوع يعني المبلغ كان قليل. المبلغ مش كان قليل، ما كانوش موافقين على المبلغ اللي انا كنت طالبه، يعني كانوا مستكترين المبلغ. فانا يعني كنت طالب رقم كبير؟ مش كبير يعني. قول يعني ايه المشكله؟ كنت طالب 500,000 في السنه. 500,000. وانت ده امتى كان الكلام ده؟ ده بعد ما صعدت كاس يعني قريب. قريب بعد ما ماتش انجولا في التصفيات. فكنا بنتجمع مع الكابتن ربيع. اتكلمت مع مين؟ مين اللي كلم فوضك في النادي، او اتكلمت مع مين في النادي الاسماعيلي؟ انا في النادي الاسماعيلي انا كلمني الحاج حمد، ده عضو مجلس الاداره، عشان هو قريب ليا، يعني عشان ابنه معانا في المنتخب وكده، وهو متربي معاهم في النادي. هو اتكلم معاه طبعا، قعد يتكلم معاه كتير، وخلينا اكلم باشمهندس خالد فارو ان هم ياخدوا معاه عشان اقعد معاه في النادي. فرحت النادي يعني فيعني رحت. كان مبلغ برضه يعتبر ايه يعني في سنك، في اللعيبه اللي في مصر كبير شويه يا مسلم، رقم كبير شويه. بس يا كابتن هو في ناس، يعني مش ببص لحد، بس في ناس زمايلي كتير يعني بتلعب في انديه ثانيه بتاخد المبالغ دي وبياخدوا اكتر كمان. فما وافقوش على المبلغ ده. فما وافقوش على المبلغ ده. فما مضيتش. كانوا عايزين يدفعوا يعني 50,000، بيقولوا لي 50,000. 50,000 يعني بعيد القصه. فما تمش القصه في الاتفاق وكده. بتفكر في ايه؟ يعني بتفكر ايه الفتره الجايه؟ ممكن تحترف بره مصر؟ جايلك عروض؟ النادي الاهلي عايزك زي ما انا عارف، وعندك اكيد عروض بعد ما ظهرت بمستوى كويس ومميز في بطوله افريقيا. انا طبعا انا على عروض، ومن جهه العروض وكده، انا طبعا انا كنت مركز في البطوله هناك، ما كابتن امير طبعا كان سايبني مركز في البطوله. امير المراكبي وكيلك. ما شغلنيش بحاجه، او ما فيش يعني بعد ماتش غانا ما قاليش انت لا جالك انت عملت ماتش كويس النهارده، ده في عرض كذا، لا عشان ما تشتتش. انا كنت مركز في البطوله خالص لغايه ما خلصت خالص، فلسه ان شاء الله هقعد معاه ونشوف العروض اللي جايه ان شاء الله، ونتفق على نشوف يعني ايه الكلام. مين اللي علمك الكلام الدبلوماسي ده؟ ايه ده انت يعني بتتكلم جامد قوي يا مسعد، مش عايز تقول اي حاجه؟ لا مش اي حاجه والله يا كابتن، صدقني فعلا ما فيش والله. لا ما فيش حاجه رسمي يعني، انا ما اعرفش حاجه لسه. ماشي هريحك. عايز تلعب في مصر ولا بره مصر؟ طبعا هو يعني طموح اي حد كبير ان انا طموحي كبير، نفسي احترف بره. بس انا نفسي احترف يعني من خلال النادي الاسماعيلي يعني. يعني تحترف في بلد اوروبيه ان شاء الله، ولا تحترف في النادي الاهلي في مصر؟ بس لازم عشان تروح النادي الاهلي لازم تطلع بره. انا موجود في النادي الاسماعيلي دلوقتي، لو في اي حاجه يعني من خلال النادي ان شاء الله. من خلال النادي ان شاء الله. الكلام ده مش هيتغير، همسكه عليك عشان ما لكش ماضي في اوروبا، والنادي الاسماعيلي ما ياخدش حاجه. لا طبعا انا مقيد في النادي الاسماعيلي. يا مسعد افتكر، فكر كويس، الكلام ده متسجل. احنا قدام الكاميرا والناس بتتفرج علينا، ان اللعيبه كتير بتبقى في موقفك وبتقول الكلام ده، وبعدين بلاقي الكلام اتغير. لا طبعا يا كابتن، انا لو كان في نيه من ان انا امشي من النادي الاسماعيلي، او ان انا يعني انا افرط في حق النادي الاسماعيلي، كنت مشيت من بدري. بس انا فعلا انا بحب النادي الاسماعيلي. ليه العلاقه بينك وبين كابتن سعفان مش كويس؟ والله دي وجهه نظر طبعا، انا بحترم وجهه نظر كابتن سعفان. انت زعلت كابتن سعفان في حاجه مثلا؟ لا طبعا انا ما حصلش مني حاجه، ودي وجهه نظره. كنت ما بتروحش التمرينات، كنت متغيب عن النادي الاسماعيلي، كنت موجود مع منتخب الشباب، لكن دايما اللعيبه شويه مع ناديهم وشويه مع المنتخب. ده في حاجه واحده يا كابتن، ان هم بيستاذنوا من الكابتن ربيع، لان احنا دايما معسكرات طويله في ماتشات، فهم بيستاذنوا من الكابتن ربيع. يعني مثلا هناخد فيه محمود حمد، كابتن ربيع كابتن الصبري بيكلمه احنا محتاجين محمود حمد الماتش ده، خلاص بينسقوا مع بعض، ما فيش مشكله. انا موجود في المنتخب، ما حدش يستاذني، ما ينفعش الناس تسيب المنتخب وامشي. بس النادي برضه مهم يعني. ايوه مهم طبعا، بس انا موجود في منتخب مصر، انا ما ينفعش الناس تسيب المنتخب وامشي. في معسكرات انا ينفع، ما ينفعش ان اروح اقول للكابتن ربيع كابتن انا رايح النادي. لا دي لازم من خلال النادي يتكلموا ويستاذنوني من. طيب انت متظبط كويس، ويعني ايه الموضوع قافل معاك، فهاخد امير المراكبي ممكن يقول لنا معلومه ولا حاجه. ازيك يا امير؟ ازيك يا كابتن كريم؟ ازي حضرتك؟ اخبارك يا نجم؟
الحمد لله كله 100 الحمد كله لله. تمام. انت وكيل امير، وكيل مسعد وياسر، وكان حسام غالي قبل كده، الحمد لله. وحاليا برضه صح؟ لسه لسه وكيل. وحسام غالي راح الاهلي الحمد لله. بعد ما راح غانا. شايف ايه بالنسبه لمسعد وياسر؟ والله مسعد وياسر عندهم عروض كتير، بس احنا هنقعد مع بعض، لسه ما قعدتش معاهم، هم لسه جايين من البطوله وجايين فرحانين، هنقعد نشوف الدنيا فيها. لا سيبك من القعده معاهم، قول لي انا عايز اعرف عشان الناس تعرف برضه يعني. هو والله فيها يعني الحمد لله ماشي، عملوا بطوله كويسه والحمد لله لهم عروض كتير. يعني عروض خارجيه ولا عروض داخليه خارجيه وداخليه. والله داخليه وخارجيه. وارقام كويسه وانديه كبيره وكله تمام. الحمد لله الحمد لله. وفي تنسيق مع بالنسبه لياسر، في تنسيق مع نادي المنصوره وبنتكلم مع الناس. ان ياسر عقده مع المنصوره لسه قدامه سنتين، فعشان يمشي مع عقد احتراف مع المنصوره، عشان يمشي لازم بموافقه نادي المنصوره. انا يعني اتكلمت مع الناس في النادي المنصوره، هم ناس محترمين وربنا يكرم. والعروض اللي جايه لهم يعني مثلا اكيد في عروض في اوروبا، دول قويه في كره القدم او دوريات قويه. لا يعني لسه البرتغال وبلجيكا يعني البرتغال وبلجيكا. بس خطوه، ما دايما يا امير اللاعب، وانت وكيل لاعبين وعندك خبره وعارف اكيد ان اللعيب ما بيروحش على طول على انجلترا مثلا ولا اسبانيا، بيبقى في محطه في الوسط. فاهم بس هو يعني ايه، ما شفتش حاجه رسميه لحد دلوقتي، يعني هو كله كلام. كله كلام. ما شفتش حاجه، ما شفتش حاجه على ورق. زي ما بطوله كاس العالم برضو اللي جايه تفرق مع المنتخب. تفرق، ما هو لو حد هيتابع السنه دي كاس العالم. في كاس العالم. بس كاس العالم شويه في موسم الانتقالات هيبقى متاخر شويه، يعني الناس بتبدا تتكلم من دلوقتي. تبقى الدنيا لسه بتفتح، هتبقى لسه الانتقالات بتفتح. ان البطوله هتبدا في 21/6. 21 هتبقى لسه انتقالات بتفتح بقى. عايز تنصحهم بقى تقول لهم ايه وانت وكيلهم؟ لا والله هم ما شاء الله، هم يعني صغيرين في السن، بس ما شاء الله دماغهم كبيره ومحترمين ومتربين كويس الاثنين. بس فربنا يكرمهم، اتمنى ربنا يكرمهم واشوفهم في انديه كويسه الاثنين باذن الله. لما جيت وقعت معاهم بقى، كنت متوقع ان هم يكونوا لعيبه كويسه؟ كنت يعني دارسهم كويس قبل ما يبقوا نجوم كبار في منتخب الشباب؟ انا عارف ان هم الاثنين كويسين جدا يعني بامانه، ومسعد وياسر ما شاء الله يعني. وانا الحمد لله يعني اغلبيه لعيبتي ببقى شايفهم مره واثنين وثلاثه، يعني الحمد لله اغلبيه لعيبتي كلها يعني كويسين الحمد لله. يعني كلهم عندهم عروض، كلهم ماشيين كويس في فرقهم. تمام. انت وكيل لمين تاني غير ياسر وحسام ومصعب؟ وكيل احمد مجدي احمد مجدي محل. واحمد صبري. احمد صبري الشرقيه راح حرس الحدود. وكريم الضو جونه. كريم الضو لعيب كويس قوي على فكره، عجبني جدا في ماتش الاهلي والجونه اللي فات. متوقع ان يعني ممكن مستر برادلي يبص على كريم الضو في منتخب مصر، لعيب كويس. لا كريم ما شاء الله يعني، كريم بقاله 5 سنين، كان من ايام النصر الناس كلها بتتكلم عليه، لعيب كويس ما شاء الله، لعيب كويس قوي وصغير في السن. مين تاني؟ وعلي عيد الجونه برضه. وعلي عيد نص ملعب كان في المنصوره. كان في المنصوره. انت شكلك بتاخد الاقاليم. انت منين يا امير؟ من المحل. ما عشان كده بقى نجم لعب من طنطا والمنصوره والقصه كلها. لا والله ما يعني الحمد لله، مسعد يعتبر في الاسماعيلي يعتبر بعيد، وعندي لعيبه برضه في الصعيد، فالحمد لله يعني الواحد يعني ايه، ربنا يكرمك. خدها الدنيا كلها الحمد لله. ربنا يكرمك وتعرف تسوقهم في انديه تقدر ان شاء الله يستفادوا منها خبرات ولعب واسمهم يكبر. لا والله يعني انا مش باصص لها ان هو نادي وخلاص، باصص لها ان هو انديه يلعبوا فيها ويبقوا كويسين فيها ويمشوا كويس فيها باذن الله. بالظبط. بشكرك يا امير، شكرا جزيلا. ربنا يخليك. طيب هنطلع فاصل ونرجع نشوف قصه ياسر ابراهيم.